تخيلي يكون عندك جارة ما تكتفي بالنميمة والغيبة، بل تستعمل السحر والشعوذة وتحرض حتى الشماكرية ضدك. قصة اليوم تحكي كيف عاشت امرأة طيبة كل هاد الأذى، وكيف في النهاية انقلب السحر على الساحرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في حلقة جديدة من بودكاست القصص الواقعية والعبر. قصتنا اليوم غريبة ومليئة بالدروس. قصة عن جارة سوء، ليست فقط نمامة ولسانها طويل، بل تجاوزت الحدود إلى السحر وتحريض الناس على جارتها المسكينة الطيبة الحنونة والقلب الصافي. قصة تحمل الكثير من العبر، تعالوا نغوص معا في تفاصيلها. في حي قديم من أحياء المدينة، بيوت متقاربة وجيران يعرفون بعضهم كالعائلة الواحدة. وسط هذا الجو البسيط عاشت خديجة، امرأة طيبة القلب معروفة بابتسامتها التي لا تفارق وجهها. كانت تساعد الكل من يحتاج، تفتح بابها للكبير والصغير، للفقير والغني، وتقف مع الجيران في أفراحهم وأحزانهم. لكن في البيت المقابل سكنت زهرة، جارة عجيبة لم يعرف الحي مثلها. في البداية ظنها الناس امرأة عادية، لكنها مع مرور الأيام بدأت حقيقتها تظهر. لسانها لا يهدأ عن الغيبة والنميمة. كل بيت عندها له حكاية، وكل عائلة لها أسرار كانت تنشرها بلا رحمة. لكن المشكلة لم تقف عند هذا الحد. زهرة لم تكتفي بالكلام فقط، بل اشتهرت في الحي بأنها تمارس السحر والشعوذة. كان بعض البسطاء يأتونها لطلب المساعدة، فتكتب لهم أوراقا غريبة وتتمتم بكلمات غير مفهومة. ومع الوقت صار الناس يخافونها أكثر مما يحترمونها. خديجة جارتها الطيبة المسكينة، المرأة الحنونة والمسالمة، لم تكن تعطي وزنا للكلام زهرة، وكانت دائما تتجاهلها. هذا الأمر جعل زهرة تزداد غيظا. كيف تتجاهلني؟ كيف لا تهتم بما أقوله؟ بدأت تلفق عنها القصص. خديجة مغرورة، خديجة تتكبر على الناس، خديجة لا تحب الخير لأحد. وصل الأمر إلى حد أنها صارت تحرض الشماكرية، بعض الشباب الطائشين في الحي، ضدها. كانت تقول لهم: شوفوها كيف تتكبر عليكم، ما تسلم، حتى ما تعتبركم شيء. صاروا أحيانا يرمون الحجارة على بابها، وأحيانا يصرخون أمام منزلها بكلام جارح وفاحش بقلة الأدب، وكل ذلك بتحريض من زهرة. الجارة السيئة، الجارة الحسودة، الجارة المشعوذة. لأن خديجة المسكينة لم تكن مثلها، كانت
تهتم بأبنائها ومنزلها. خديجة لم تكن نمامة. خديجة كانت امرأة بسيطة، امرأة حدودية، امرأة يحبونها الناس كثيرا. دخلت هذه الجارة السيئة وحاولت أن تسيء لسمعتها. لم تكتفي زهرة بالتحريض والنميمة، بل حاولت أن تؤذي خديجة بالسحر. وضعت أمام بابها بقايا طلاسم وأكياس سوداء فيها أشياء مقززة، لكنها كانت تنسى أن خديجة لم تكن وحدها أبدا، وكانت دائما تقرأ القرآن وتستعين بالله. كلما رأت شيئا غريبا أمام منزلها أو حست بضيق غريب في صدرها، رشت ماء مقروءا عليه وقالت بثقة: حسبي الله ونعم الوكيل. الغريب أن السحر لم يؤثر عليها قط، بل بدأ يؤثر على زهرة نفسها. مرضت مرات عديدة وبدأت ترى كوابيس مزعجة. الجيران الذين كانت تغريهم بنميمتها بدأوا يلاحظون التناقضات في كلامها. كل يوم حكاية جديدة، كل يوم اتهام جديد، حتى أولئك الشباب الذين كانت تحرضهم اكتشفوا أنها تستغلهم لمجرد أهوائها. أما خديجة فظلت على طيبتها، لم ترد الأذى بأذى. كانت دائما تقول: الجار ابتلاء، وأنا أتعامل معها بما يرضي الله. ومع مرور الوقت انكشف المستور. كثير من الجارات شهدنا بأن زهرة هي التي كانت تزرع الفتنة بينهم، وبدأ الجميع يتجنبها. انقلب السحر على الساحر. زهرة التي ملأت الحي بالفتنة والنميمة أصبحت وحيدة، لا أحد يزورها ولا أحد يثق فيها. حتى من كانوا يأتونها طلبا للشعوذة ابتعدوا عنها بعد أن كشف أمرها. أما خديجة بقيت محبوبة بين الناس، تضرب بها الأمثال في الصبر والطيب. أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي قصتنا اليوم، قصة جارة سوء جمعت بين النميمة والسحر والتحريض، لكن في النهاية خسرت كل شيء، بينما جارتها الطيبة صبرت وربحت قلوب الناس. ودعاؤهم العبرة التي نخرج بها أن الشر لا يدوم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تذكروا دائما الكلمة الطيبة صدقة، والأذى يعود على صاحبه. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من قصصنا المشوقة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. أخبروني في التعليق هل لديكم جارة مثلها؟